ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هو فيديو قصص المتابعين زي كل مره، وزي ما بقول لكم ان القصص دي هي على مسؤوليه اصحابها. هم بيقولوا انها قصص حقيقيه، انا الله اعلم ما اعرفش هل هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، انتوا اللي هتشوفوها وتحكموا عليها. ولو حد منكم عنده قصه وحابب يحكيها لي او عايز يبعتها لي، ممكن يبعتها لي على رسائل صفحه الفيس. هتلاقوا لينك صفحه الفيس موجود في وصف الفيديو برضو تحت. ولو ما قدرتش تبعت لي القصه بتاعتك على رسائل الفيس، ممكن تكتبها في كومنت على الفيديو ده، وان شاء الله لو طلعت القصه حلوه وتستاهل هذاعها في فيديوهات قصص المتابعين. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير للفيديو ده من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولو انتم لسه منضمين حديثا لينا هنا في القناه، ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول باول في ميعادها. ولحد هنا استعدوا عشان ابتدي احكي معاكم اول قصه من قصص المتابعين. بتقول صاحبه القصه الاولى: هو كذا موقف على كذا سنه حصلوا في شقتنا دي. من زمان قوي وانا عندي 11 سنه كان النور مقطوع، وكنت انا جوه في الاوضه واهلي كانوا قاعدين بره في الصاله. من عوايدي اني مش بخاف من الضلمه او اي حاجه عموما من وانا صغيره، فمسكت موبايلي وكشاف صغير، وفي الوقت ده كان لسه موبايلي تاتش من النوع اللي لسه طالع، فما كانش فيه كشاف او امكانيات حديثه عموما، فكنت لازم افتح الكاميرا اللي فيه على وضع الفيديو عشان الفلاش اللي فيه يفضل شغال. فتحت كاميرا الموبايل وماسكاه في ايدي اليمين والكشاف في ايدي الشمال، وموجهاهم في طريقي لاني مش شايفه حاجه علشان اخرج من الاوضه واطلع الصاله اقعد معاهم لحد ما النور يجي. كنت باصه في شاشه الموبايل وموجهه الكشاف للطريق لان انا نظري ضعيف شويه والدنيا كانت ضلمه، فما كنتش هشوف حاجه نهائي. لما بتخرج من الاوضه عندي بتقابلك طرقه طويله بتودي للصاله، وكنا معلقين مرجيحه لاختي الصغيره في مدخل الطرقه كده. فوانا ماشيه ببص في الكاميرا لقيت المرجيحه بتتهز بالراحه كأن لسه حد نازل من عليها. وقفت مكاني ونزلت الموبايل بسرعة ووجهت الكشاف للمرجيحة، وبصيت تاني على قد ما اقدر علشان الاقيها ثابتة، بس انا متأكدة انها كانت بتتحرك. اخدت الطرقة جري بسرعة للصالة وفضلت قاعدة في ركن جنب ماما لحد ما النور جه وما قلتش لحد. ومن سنتين كنت قاعدة انا واختي في الأوضة بتاعتنا بنتكلم وبنهزر بعد نص الليل، وصوت ضحكنا كان عالي جدا. مرة واحدة الدولاب بتاعنا اتفتح والهدوم اللي جواه وقع اغلبها على الارض. احنا شفنا المنظر جرينا وفضلنا نصوت، وصحينا ماما وبابا وقالوا لنا عادي، ومبررات احنا مش مقتنعين بيها نهائي. الموقف اللي هحكيه ده لسه حاصل من 5 شهور. كان جدي وجدتي عندنا في البيت وبابا وماما بره، وانا واخواتي في البيت مع جدي وجدتي. كنا قاعدين كلنا بنتفرج على التلفزيون علشان نلاقي ماما بتتصل بيا بتقول لي ان السايس اتصل بيها وقال لها ان في حد رمى من البلكونه بتاعتنا مرايه صغيره على الجراج اللي تحتنا، كسرت ازاز عربيه حد من الجيران. فبصيت لاخواتي واولهم اختي الصغيره اللي عمرها 9 سنين، بس اقسمت لي انها ما رمتش حاجه ولا طلعت البلكونه من اصله. فضلنا نسال بعض كتير مين رمى المرايه، محدش عارف، لحد ما اهلي وصلوا وقالوا انهم سالوا بتاع الجراج، قال لهم انه بعد ما المرايه اترمت بص لفوق لقى خيال بنت طولها متوسط بتبتسم وبتشاور له، وبعدين دخلت من البلكونه وما قدرش يحدد ملامحها لاننا في الدور ال 12 وكانت في الدور بتاعنا، واحنا الدور بتاعنا البلكونه الوحيده بتاعتنا اللي بتطل على الجراج. بابا لما قال لنا اللي السايس حكاهوله كلنا فضلنا نقسم ان محدش طلع البلكونه او يرمي مرايه اصلا، وليه هنستفاد ايه من كده؟ بس الدليل كان اقوى لاننا 3 بنات والمرايه بتاعتنا، ولما بابا وريها لنا قلنا له يمكن شبهها. فضلنا ندور على المرايه بتاعتنا في البيت ما لقيناهاش، وفعلا دي مرايتنا بالفعل،
بس مين اللي رماها من البلكونة محدش يعرف لحد دلوقتي، بس اللي انا متأكدة منه انه محدش مننا. وفي صحيح حكاية كمان نسيت اقولها لكم. كنت في اولى ثانوي وكان عندي امتحان فاينل وسهرانة، كانت الساعة 2 بعد نص الليل، البيت كان كله نايم وانا لوحدي اللي صاحية. متعودة ايام الامتحانات اسهر واطبق، كنت منهمكة في المذاكرة وكان كل همي اخلص قبل 5 الصبح علشان انام ساعة واروح الامتحان بتاعي. كنت في الصالة حاطة ترابيزة وفرشة كتبي حواليا ومخلية الاضاءة بسيطة والدنيا حلوة معايا. عندنا كولدير مية في الصالة قبل ما ادخل الطرقة بحاجة بسيطة، جبناه مكان المرجيحة لما اختي كبرت. الكولدير ده بيعمل صوت بس لما حد بيفتح الحنفية بتاعته عشان يشرب، وده العادي والطبيعي. مرة واحدة وانا قاعدة بذاكر سمعت الصوت ده، يعني في حد بيشرب منه. بصيت بسرعة على الكولدير لقيته بيعمل الصوت ده بس مفيش حد، وانا متأكدة انه مش بيعمل الصوت ده غير لما حد بيفتح الحنفية بتاعته بس. استعذت بالله وقريت آية الكرسي في سري ورحت ناحية الكولدير بالراحة وشفت حاجة ماما وخالي وجدتي كانوا حاكين لي عليها من زمان. قدام المطبخ على الحيطة كان في خيال لجسم صغير مقوس وديل طويل وودانه كانت شبه الأرنب، كان بيجري بسرعة وكأنه خايف واختفى مع الضوء. شفته وخفت وجريت على الأوضة، نمت جنب أختي في السرير. لما صحيت تاني يوم وحكيت لماما اللي شفته قالت لي ده جن طيب كلنا شفناه قبل كده. هي كانت حكيالي عنه قبل كده وانها شافته في شقة العيلة لما كانت بتذاكر برضه في وقت متأخر، بس هو طيب مش بيعمل حاجة، واغلب العيلة عندنا شافته وحاجات كتير حصلت، بس تعبت من الكتابة وبس. ولحد هنا خلصت القصة الاولى. يعني كل اللي بيعمله ده وطلع في الاخر جن طيب، امال لو ما طلعش طيب كان عمل فيهم ايه؟ والصراحة انا مش عارف عيلتها دي ازاي مستحملة انها تعيش السنين دي كلها في البيت المسكون ده وعايشين مع الجن ده عادي كأنه فرد من عيلتهم. انتوا لو عايش معاكم في البيت جن طيب زي ده، هل هتستحملوا العيشة في البيت ولا هتعملوا ايه؟ انا مش عارف الصراحة. المهم عشان ما اطولش عليكم تعال اقرا لكم القصة التانية. بتقول صاحبة القصة التانية: أنا دكتورة أسنان، واحدة ست جت عندي العيادة كانت منقبة ومعاها بنتها بتاع 11 أو 12 سنة كده. قعدت وقالت لي ضرس العقل مجنني، ورحت لكذا دكتور ومحدش قادر يخلعه. قلت لها ليه بس؟ إن شاء الله خير. كشفت على الضرس لقيته مسوس وملخلخ شوية. قلت لها سهلة إن شاء الله هديكي بنج. ولقيتها بتقول لي اقري قرآن يا دكتورة. قلت لها حاضر يا حاجة. قلت في بالي عادي ست متدينة مفيش مشكلة. خدت البنج وخرجت بره شوية وبعدين دخلت قعدت وبرضه بتقول لي تاني اقري قرآن يا دكتورة. هنا ابتديت اقلق بس برضه عادي. المهم بحط الفورسبس اللي هو الملقاط يعني ولسه بتعامل لقيت ديت بتشد في ايدي. قلت لها بس يا ست خلاص اهو بعملهولك. والست شدت ايدي جامد وقعدت تقول حرام انا تعبانه ومش هينفع كده وعماله تعيط. وانا اقول لها في ايه اهدي خلاص هديكي بنج تاني. ولقيتها راحت مصوته وبتقول حرام عليك مش قادره انا تعبانه، وغطت وشها بايديها. انا بعدت شويه وقلت لبنتها معاكوا حد يروحكوا؟ قالت لي لا. قلت لها طيب اتصلي بباباكي. راحت الست وهي مغطيه وشها بايديها عملت لها لا. البنت راحت بصالي وقالت لي دي مش ماما على فكرة. ببص للست اكاد اجزم ان ملامح وشها اتغيرت وعينيها فيها كمية شر مش ممكن، وبتبص لي بحقد وبتقول لي انت فاكرة نفسك تقدري تخلعيه؟ لا انت ولا 10 زيك، امال مين اللي هيتعذب؟ والبنت الصغيرة تقول لي مش ماما ديت. وراحت الست قايمة منطورة من على الكرسي وخرجت من غير النقاب ورزعت الباب وراها. طبعا انا اتمسمرت في الكرسي ومش قادرة اقف وتقريبا جالي ازمة قلبية. ولحد هنا خلصت القصة التانية. وتقريبا الست دي كده ربنا يشفيها عليها مس او ممسوسة من الجن، وممكن يكون حد عامل لها سحر ربنا ينتقم منه، فربنا يشفيها ويعافيها. المهم تعال اقرا لكم القصة التالتة. بيقول صاحب القصة التالتة: من كام يوم سمعت صوت غريب في الشارع، كانت الساعة 1:30 بالليل. طلعت أبص من الشباك على مصدر الصوت، لقيت طفل صغير عنده يجي 5 سنين بيخربش بضوافره في الحيطان بتاعة البيت المهجور اللي قدامنا. وصوت الخربشة دي مخيف جدا، وحاولت ان اتكلم معاه ولكنه تجاهلني وبدأ يخربش بسرعة اكبر وضوافره مليانة دم.
حاولت اتكلم معاه تاني وكنت بقول له يا انت بتعمل ايه هنا، ولكنه تجاهلني برضه. قفلت الشباك ودخلت نمت. بعدها بيومين الساعة 1:30 بالليل برضه نفس الطفل في نفس المكان ونفس اللي بيعمله، قعد بيخربش بضوافره بطريقة بشعة في نفس المكان. تمالكت اعصابي وقلت له بصوت عالي من الشباك انت بتعمل ايه هنا؟ المرة دي بص ليا ويا ريته ما بصلي، بيبصلي وهو مكشر وغضبان جدا، وضوافره كلها مخلوعة وفيها دم، صوابعه فيها حفر دم، عينيه كان نازل منها سائل على وشه، كان عامل له خط لونه اسود على خدوده، ولف وشه تاني ناحية الحيطة وبدأ يخربش بسرعة فائقة. بعدها دخلت اوضتي ومعرفتش انام. لما الطفل ده جه المرة الاولى وعمل كده، ساعتها انا ما فكرتش انزل ابص على المكان اللي كان بيعمل كده فيه، لكن المرة دي نزلت وبصيت. الحيطان عليها دم ناشف وفي رسمة مرسومة بطباشير ابيض. الرسمة دي كانت عبارة عن دايرة مرسوم جواها نجمة ومكتوب كلام مش عارف اقراه عشان كان مكتوب بلغة غريبة، زي ما يكون مكتوب باللغة الفارسية او حاجة زي كده. هو كان الكلام بحروف عربي بس كلام مش عارف اقراه. ساعتها ندمت اني زعقت له، وبقيت بعد كده بسمع صوت الخربشة دي كتير. صورت الرسمة دي بموبايلي ورحت الشيخ حكيت له الحكاية ووريت له الرسمة دي على الموبايل بتاعي. لقيته اتفزع وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال لي امسحها فورا وياك تبعتها لاي حد لا يتأذي، وقال لي ان اللي شفته ده كان كيان وبيحاول يأذي الناس. وبس. ولحد هنا خلصت القصة الثالثة. تعال اقرا لكم القصة الرابعة. بيقول صاحب القصة الرابعة كان عندنا أوضة في البيت مقفولة بقالها 1.5 سنة، وطوال ال1.5 دول محدش كان بيدخلها ولا يفتحها نهائي، وكانت الأوضة دي مليانة كراكيب. فطلع في دماغ والدتي إنها تروقها مرة واحدة. قلت لها ما تفتحيهاش مرة واحدة، سيبيها شوية الأول بابها مفتوح. طبعا مرضتش أقول لها إن الأوضة دي تعتبر من الخرائب ومش العمار هم اللي هيكونوا ساكنينها. لقيت أمي دخلت الأوضة مرة واحدة وفتحت بلكونة الأوضة دي وولعت النور، واخبط ارقع روق نظف سيء لحد ما خلصت. ونزلت شغلي كان في المنظرة بعيد عن منطقتنا. المنظرة دي منطقة في اسكندرية. المهم بيقول الساعة جت 12 بالليل ولقيت أمي بتتصل بصوت مفزوع بتقول لي الحقني طلع لي عفاريت. قفلت المحل اللي كنت بشتغل فيه ومن المنظرة ناطط في المشروع على طول مروح. وكلمت اخويا قلت له روح لامك طمنها. روحت البيت لقيت امي منهارة في العياط وبتقول لي انا كنت نايمة صحيت على صوت صريخ وعيال كتير بتلعب. قمت طالعة الصالة لقيت ناس كتير وكل مرة اتشال اترمي جوه الأوضة وحد سحبني بالعافية ورماني على السرير، وبيعملوا حاجات غريبة وبيجروا على الحيطان ولساني انعقد تماما. ولما جيت اقول الاذكار بالعافية اختفوا. وساعتها هي قدرت تتصل بيا. اخويا قال لي انه دخل لقاها قاعدة في نص السرير بتترعش من الخوف. اول ما شافته قالت له انت مين؟ طب اقرا قرآن الاول. ولما اتأكدت ان اخويا انهارت من العياط. انا دخلت قريت اذكار وايات التحصين على مية ورشتها في كل اركان البيت، والموضوع ده كان سنة 2013 ومن وقتها والحمد لله وما تكررش تاني ابدا. بس ولحد هنا خلصت القصة الرابعة. تعال اقرا لكم القصة الخامسة. بيقول صاحب القصة الخامسة انا قريت كتاب اسمه بهجة السامعين لتسخير ملوك الجن اجمعين. يا حلاوتك، ده كان اسم الكتاب اللي قريته. الكتاب ده لقيته عند والدي في الدكان بتاعه. والدي اول ما جه وشافني زعق معايا جامد وقال لي اوعى في حياتك تقرا حاجه زي كده. من بعد ما قريت الكتاب حياتي انقلبت للجحيم. بقيت في الاول اشوف احلام، منها اني شفت واحده قريبتي في الحلم بعين واحده ووشها مليان دم، والست دي كانت خاله امي. وشفت واحد طول النخله من غير عينين حاول يمسكني وانا هربت منه. وكل دي كانت احلام لحد بعد كده بقيت اشوف الجن اخر الليل. انا عدت ان اصحى اصلي الفجر في جماعه في الميعاد بتاعه، لكن مرة واحدة كنت نايم في الصالة وصحيت قبل الفجر وكان النور مطفي بتاع الصالة، ولكن نور المطبخ منور بس مش منور الصالة قوي، يا دوب نور بسيط خالص. وكانت الصالة فيها شكارة كبيرة كان فيها حاجات. ولما صحيت لقيت ستارة شفافة في نص الصالة ووراها الشكارة، وكان قاعد عليها واحد اسود تخين وكان مكان قلبه مليان دم. ومرة كنت جاي من عند بيت جدي الساعة 2 بالليل وكان الجو برد جدا وحسيت بحد بيتنفس في قفايا وقال لي ان كنت عايز تتدفى روح نام في الحمام واطفي نور البيت كله. انا سمعت الكلام ده رحت بسرعة نمت جنب ابويا، ولما نمت جنبه ما سمعتش حاجة تاني.
انا ابويا كان بيحضر جن، بس من ساعة ما خلفني بطل الحكاية دي لانه كان بيخاف عليا قوي. وابويا كان بيفك ناس من السحر بس بالقرآن وعمره ما اذى حد. ولما حكيت له على كل اللي حصل بعديها بكام يوم كل حاجة اختفت والحمد لله. بس الحكاية دي حصلت وانا في الصف الاول الاعدادي، وانا الحمد لله دلوقتي في ثانوي. بس ابويا رافض يقول لي الكتاب فين، ولو سألته يزعق معايا. فانا انصحكم اللي يقع في ايده نسخة من الكتاب ده يا ريت ما يجربش يقراه. وده مش بس كل اللي انا شفته، ده انا شفت ايام سودة مش هقدر احكيها. الصراحة انا مش عارف اسود من كده ايه. يعني صاحب القصة ده غريب جدا. يعني كل اللي شفته ده ولسه عمال تقول لابوك فين الكتاب وبتسأل عليه؟ الصراحة انت تستاهل اللي يجرالك. المهم لحد هنا خلصت القصة ال5. تعال اقرا لكم القصة السادسة والاخيرة. بتقول صاحبة القصة السادسة والأخيرة: أنا كنت عاملة مشروع في شقة مساحتها كبيرة حوالي 260 متر، وكانت من البيوت القديمة شوية، فتلاقي كل أوضة في حتة وبعيد عن بعض شوية، والريسبشن في النص، والأوض كلها بتطل عليه. المهم كان صاحب الشقة قال لنا إن في أوضة هو قافلها عشان شايل فيها كراكيب، وهي أصلا أوضة صغيرة. وإحنا الصراحة ما اهتمناش بالموضوع لأن الشقة كانت كبيرة ومكفية المشروع وزيادة كمان. المهم يوم اتهفينا في مخنا وقلنا لازم نفتح الأوضة، احنا دافعين إيجار الشقة كلها ولازم نستغلها. وجبنا نجار وفتحنا الباب، لقيناه حمام تاني وواسع قوي وفي بانيو بسلالم وحاجة اخر قبها. قلنا حلو قوي نخليه مفتوح ونستغله. ابقى فاتحه المكان بدري الصبح وقاعده فيه لوحدي، وطبعا اول ما بروح الشغل بشغل قرآن، وفجأة سمعت صوت رجلين بتجري جوه. اقول يمكن الجيران اللي فوقينا، مع اني عارفه ان ما عندهمش اطفال. وبعدين وانا قاعده على المكتب في الريسبشن والمطبخ قدامي الاقي دولاب المطبخ بيتفتح لوحده، واسمع كركبه في الحاجات اللي جواه. اقعد استعيذ بالله من الشيطان واقوم اقف في البلكونه احس ان في حد واقف ورايا. وفي مرة لقيت رجل حافية مطبوعة على المكتب كأن في حد واقف على المكتب ومش لابس شوز، واخدناها بهزار انا واللي شغالين معايا. وفي مرة جت واحدة بتقدم عشان تشتغل معانا، وفعلا اشتغلت كذا يوم وكانت مناسبة لانها ساكنة في نفس الشارع. وبعد كده اعتذرت عن الشغل، ولما اصريت ان اعرف السبب قالت لي ان جارتها لما عرفت انها بتشتغل في الشقة دي قالت لها بلاش لان الشقة دي مش مظبوطة. وحكت لها ان في واحدة اتقتلت في الشقة بالرصاص واتجرت بعد كده على الحمام واتقفل عليها، وان الشارع كله عارف القصة دي. وفعلا لقينا البلكونة الالوميتال فيها ضرب رصاص وما كانش باين عشان الازاز كان مسرطن، يعني كان مشرخ. حاولنا نقفل الأوضة تاني مش عارفين نقفلها، ولما جبنا نجار يمسمر الباب اتكسر لنصين. فقلنا نعمل باب حديد، المفصلات اللي كانت في حلق الباب الحديد اتكسرت، ولغاية دلوقتي مكملين في نفس الشقة. طبعا هم مكملين فيها عشان ده مكان شغل مش بيباتوا فيه، يعني هم بيشتغلوا فيها ويخلصوا شغلهم بدري ويقفلوها. لكن لو هم ساكنين فيها وبيباتوا فيها بالليل مش هيكملوا فيها اسبوع على بعض. والصراحة الراجل صاحب الشقة ما قصرش، نصحهم من البداية انهم ما يفتحوش الباب ده، فيتحملوا بقى نتيجة افعالهم. المهم لحد هنا خلصت القصة السادسة والاخيرة. لو القصص دي عجبتكم او الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير ليه، ولو انتم لسه مش مشتركين في القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات. وان شاء الله اشوفكم على الف خير في حلقة جاية وجديدة من قصص المتابعين، واقول لكم في الاخر مع السلامة.